كتشرب بزاف ديال الماء وكتحس براسك بحال ما شربتيش نهائيا، هاد الفيديو ليك وصدقني غادي تصدم ملي تعرف هاد الحقائق على الجسم ديالك. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ذا ايزي بالعربيه. اليوم غادي نغوصوا في اعماق الدماغ باش نعرفوا شنو كيوقع لينا فاش كيجينا العطش. السؤال خصنا نجاوبوا عليه هو علاش كيجينا العطش اصلا، وشنو اللي كيخلي دماغك يقول لك سير شرب دابا. لان داير بحال شي شركه كبيره وكل عضو خدام في بلاصتو. منين كينقص الماء في الدم كيهبط الضغط وكيولي الدم مركز بزاف. كيجي الدور ديال واحد الحارس سري في المخ كيتسمى ليبوتالاموس. هو جزء صغير في الدماغ ولكن قوي بزاف وكيلعب واحد الدور مهم في الحفاظ على توازن الجسم او ما يسمى بلوميوستازي. هاد السيد كيعرف الكبيره والصغيره في الجسم ديالنا وكيتوفر على خلايا سميتهم لوسموريسيبتور. هي خلايا حساسه بزاف لمثل هاد التغيرات لدرجه انها كتحس بسرعه باي زياده في تركيز الاملاح في الجسم وكتقول الحارس ديالنا اللي هو ليبوتالاموس اسيدي راه الدم ولا ملح بحال الماء ديال البحر. او ماي جاد واو. هاد الجزء الصغير من الدماغ كيعلن لنا حاله استنفار وكيخلي المخ يحس بالعطش، وهذه اول حاجه كتجيك في راسك خصني نشرب. بسم الله. ثاني حاجه كيفرز واحد لي زورمون اونتي ديوريتيك او مضادات للتبول بمثابه واحد الميساج للكيلي كيقول حبسوا التبذير وخزنوا الماء بين ما يهدي الله هاد خونا يشرب واحد الجغيمه. بعد ما كتشرب كتولي الامور النصاب ديالها والكيلي ديالك كيولي خدام بحال الطبيعه ديالو. بعض المرات واخا كنشرب الماء مزيان وبكميات كافيه كنبقى عطشان. واش هادشي هذا عادي ولا كيدل على انه عندي واحد الخلل في الجسم ديالي؟ هاد القضيه كتوقع لينا بزاف في الصيف ولا في رمضان ولا حتى فاش كنديروا السبور. اللي خصك تعرف هو انه الشعور بالعطش ماشي مؤشر دقيق. بعض المرات كتشرب الماء ولكن الجسم ديالك باقي ما وصلوش داك الماء اللي شربتي، او بطريقه اخرى داك الماء اللي شربتي كيكون باقي عاد كيتابسوربا ولا عاد كيتمتص. هاد العمليه كتستغرق بعض الوقت. ومن بين الاخطاء اللي كنديرو وهي اننا كنشربوا كميه كبيره من الماء دفعه واحده، وهنا الجسم ديالك غيضطر انه يتخلص من السوائل بسرعه وبالتالي ما غاديش تستافد مزيان من الماء اللي شربتي. دابا غادي تقول لي اشنو خصني ندير. اول حاجه نشرب الماء بالتدريج. ثانيا نراقب النظام الغذائي ديالي ونحاول نقص من الملح والسكر. فاش يكون الجو حار نحاول نزيد كميه الماء اللي معتاد كنشربها ونحاول ما تقلش على 3 لتر. فاش نكون عطشان نحاول نبعد على هذه القهوه، حيت القهوه كتعتبر ملي ديوريتيك او مذره للبول وبالتالي غادي نفقد كميه كبيره من السوائل. دابا الا درتي هذا الشيء كله وباقي كتحس بالعطش، هنا من الاحسن انك تتصل بالطبيب باش يتاكد بلي ما عندكش مرض السكري او مشكل في الكلاوي ديالك. الا وصلتي لهنا ما تنساش تصيفط الفيديو لداك صاحبك اللي كيغوت لك مع 12 ديال النهار والشمس مطنطنه كيقول لك يلاه نلعبوا شي ماتش ديال الكره. قول ليه شنو غادي يوقع لك. خير ما نختتم به الفيديو ديالنا هو قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي